اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي في قناة وصفحة مملكة الستات. الصيف والحر مش عايزين مشروبات ساقعة وبس ولا ايس كريم كمان، لا دول عايزين حاجة حلوة وسهلة ومفيدة تجهز في 5 دقايق ترطب علينا كده وتطري على قلبنا في الحر الفظيع ده. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف احلى حاجة حلوة ممكن تعملوها في الصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جهزت الحلة بتاعتي ونزلت في الحلة كده ب5 كوبايات من الحليب، وعلى الحليب دوت كده جهزت 3 علب من الكريم كراميل. استخدمي بقى اي نوع كريم كراميل انت بتفضليه. استخدمت البودرة بس وهخلي الصوص على جنب للاخر. هنزل كده ب3 علب من الكريم كراميل بالشكل ده. انا استخدمت 5 كوبايات من الحليب علشان انا هستخدم في التحلية دي قالب كبير او صينية مقاس 28. لو هتستخدمي بقى صينية صغيرة ممكن تقللي في الكمية. هقلبهم بقى كده على البارد وبعدين ارفعهم على النار لغاية ما يوصل لدرجة الغليان. اول ما يبدأ كده يغلي معايا هطفي عليه واسيبه على جنب شوية، يعني حوالي 7 أو 8 دقايق كده يهدى شوية علشان انا عايزاه هادي مش عايزاه سخن مولع. هسيبه يهدى شوية وهبدأ بقى. جهزت دلوقتي كده قطعتين من الكيك. الكيكة ديت عندي بالشكل دوت، كيكة كده بطعم الفانيليا حلوة قوي واسمها دورو وجميلة جدا. ممكن تستخدمي اي كيكة او اي كيكة انت عاملاها في البيت، وممكن تستبدلي الكيك دوت ببسكوت شاي سادة او بسكوت بالشوكولاتة زي ما انت حابة، بيدي طعم حلو قوي. بس انا عايزه اقول لكم ان الكيكه دي بجد كانت طعمها خطير، وكان بقى عندي فاكهه موز وكيوي وتفاح. هبدأ دلوقتي بقى اقشر الموز كده، حبتين من الموز وهقطعهم كده كده شرايح رفيعه بالشكل ده. والكيوي كده قشرته طبعا وغسلته وهبدأ اقطعه كده مكعبات صغيرة. الفاكهة اللي عندك استخدميه، عندك موز تفاح فراولة مفرزاها. للأسف ان انا ما كانش عندي فراولة وما لقيتش فراولة خالص، وما كانش برضو عندي فراولة مفرزة، بس كانت هتبقى حلوة جدا في التحلية دي. عندك بقى كانتالوب، عندك اناناس، عندك مانجا، اي فاكهة عندك قطعيها. عندك كده نوعين 3 كده من الفاكهة استغليها واعملي التحلية الخطيرة دي. جبت بقى التفاح وشلت كده الجزء اللي في النص. والتفاح ده عندي مصري عشان كده قطعته بالقشرة بتاعته. القشرة بتاعته بتبقى رفيعة او رقيقة خالص، ما بتبقاش تخينة زي التفاح الامريكاني او اللبناني. بعد ما قطعت التفاح كده وقطعت كل الفاكهة اللي عندي، هبدأ انزل عليهم كده بعصرة ليمونة علشان الفاكهة ما تسودش معايا، وهدمجها كده واخلطها كلها كده مع بعض. بعد ما عصرت عليها الليمونه بالشكل ده، جبت بقى القالب بتاعي وجبت كيس من اكياس الكريم كراميل. طبعا انا عندي 3 اكياس بالشكل ده، فجبت كيس واحد بس وهبدا اوزعه كده بفرشه على في القالب بتاعي علشان اضمن ان التحليه بتاعتي تنزل معايا بمنتهى السهوله، وكمان بيدي طعم ولون حلو قوي. وزعت الكيس بالشكل دوت بالفرشه، وهبدا بقى انزل بالفاكهه بتاعتي واوزعها بالشكل ده. ممكن تستخدمي قالب او صينيه اللي عندك المتاح عندك استخدميه، وممكن تستخدمي كمان كاسات، يعني لو مش حابه تستخدمي صينيه تحطيها في كاسات. طلعت كميه كبيره والله يا جماعه، كانت طعمها يجنن، تحفه. بعد ما وزعت الفاكهه كده هبدا انزل كده بقطع الكيك. الكيكه كانت ريحتها جميله وكان طعمها حلو قوي. وزعت الكيك بالشكل دوت وادت طعم يجنن. تمام. بعد بقى ما وزعت الكيك كده، كان الكريم كراميل بتاعي كان هدا شويه، كان يا دوبك دافي كده. قلبته كده قبل ما انزل بيه على الفاكهه والكيك بتاعي، ونزلت كده ووزعته بالشكل ده. واستنيت بقى لما برد خالص وخد درجه حراره المطبخ. بعد ما وزعته كده بصوا هبدا اسويه كده بمعلقه. طبعا الكيك علشان خفيف بيطفو كده فوق الوش، ببدا كده انزله كده بالمعلقه بالشكل ده. كان طعمه حلو جدا مع الكريم كراميل، خطير. هسيبه بقى لما يبرد خالص وياخد درجة حرارة المطبخ. بعد كده أول ما برد كده هغطيه بستريتش، سبته كده حوالي 15 دقيقة. وبعد ما برد كده خالص غطيته كده بستريتش زي ما انتم شايفين، وهدخله بقى التلاجة أقل حاجة ساعتين. بعد ساعتين طلعتها بقى من التلاجة، بجد كانت خطيرة، ريحتها تجنن وطعمها كان بجد حاجة وهم.
وساقعة كده وتطري وتبرد على القلب في الصيف والحر دوت، وجميلة كمان، مفيدة جدا ومغذية ومليانة بالفاكهة والحليب، يعني بجد فيها مكوناتها مفيدة ومغذية جدا لولادنا كمان. دلوقتي بقى جبت طبق التقديم وهبدأ أقلبها بالشكل ده. طبعا انا كنت قعدتها ساعتين، هي كانت عايزه تقعد اكتر من كده كمان، كل ما تقعد كل ما تبقى تتماسك اكتر. دلوقتي بقى بعد ما قلبتها كده هنوزع بقى كيس كده من الكريم كراميل على التحليه الخطيره بتاعتنا دي. طبعا انا ما استخدمتش السكر خالص، اكتفيت بسكر الكريم كراميل وصوص الكراميل دوت وسكر الفاكهه، وكان بالنسبه لي حلوه ومظبوطه جدا. بصوا شكلها يجنن ازاي، تحفه بجد. طبعا اتقلبت معايا بمنتهى السهوله، هي اصلا بتبقى بتتحرك في القالب فبتبقى خطيره. بصوا بقى الفاكهة شكلها حلو ازاي. دلوقتي بقى هنقطعها، تطلع بقى معانا الخردة بخرطتها كده وخطيرة بجد، تجنن، طعمها حلو قوي قوي. جربوها يا حبايبي هتعجبكم جدا. دلوقتي هقطع كده كذا خرطة قدامكم كمان عشان اوريكم هي قد ايه متماسكة. جربوها يا حبايبي هتعجبكم جدا. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير وشير للاصدقاء. ما تنسيش كمان دوسي على اشتراك، دوسي على علامه الكل لو بتتابعوني من القناه. لو بتتابعوني من الصفحه تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. لايك للصفحه ولايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ويوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.